السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بقالنا كتير ما بنشرحش مسائل متعلقة بأحكام الطلاق نظرا بس احنا مشغولين بمسائل الفقه. لو انت مش معانا بتتابع اللايفات اللي بننزلها كل يوم جمعة أو سبت وحد 9:30 أو 10 بتوقيت الإمارات، اللي هو 7:30 أو 8 بتوقيت مصر، يا ريت تكون معانا عشان احنا بنشرح كتاب الفقه الميسر. بنعلم فيه الناس أحكام الفقه من أول كتاب الطهارة لحد إلى ما شاء الله إن شاء الله تعالى نخلص الكتاب. فاحنا بنرجع تاني الفيديوهات بتاعنا علشان نمشي هنا منتظمين في الكتاب، ونبقى احنا برضو منتظمين في القناة بتاعتنا. بننزل عليها يعني يومين 3 أو 4 في الأسبوع حسب ما ربنا يقدر لنا. اليوم إن شاء الله تعالى عشان ما نطولش هنتكلم على عدة الناس، على عدة المطلقات أو عدة المرأة عامة في الشريعة الإسلامية. هي المرأة ليها عدة واحدة ولا بتختلف بحسب اختلاف المرأة؟ طبعا بتختلف بحسب اختلاف المرأة، والدليل أن الله عز وجل قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. في سورة الطلاق، بعد ما تسمع الفيديو ده روح راجع سورة الطلاق هتلاقي نفسك فاهم الكلام اللي بيتقال لك دلوقتي. لأن في ناس ما بتفهمش القرآن، ولما بتدرس الفقه أو التفسير بيبتدي بقى يتراءى لها التفسير الصحيح اللي ربنا أراد. طب تعالى نبدأ أولا بعدة المرأة الحامل. هي عدة المرأة الحامل إيه؟ قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني الراجل لو طلق مراته وهي حامل جائز؟ جائز، بل هو ده السنة. هو ده السنة، وهو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام فعله مع عبد الله بن عمر. في رواية عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أنه لما طلق امرأته وهي حائض قال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طب ليه حامل يعني؟ وليه يعني الشريعة الإسلامية قالت إن الراجل ما يطلقش مراته وبينزل عليها دم الحيض؟ طبعا إحنا عملنا فيديو يا ريت تروح تشوفه، لو الراجل طلق مراته والدم بينزل عليها يقع أو لا، وذكرنا اختلاف أهل العلم باستفاضة ودليل كل قول. طيب العلماء بيقولوا ما يطلقهاش وهي حائض علشان بس يعني مظنة ان هي ممكن تكون حامل. ممكن يكون في حصل اي حاجة فالرحم يكون فيه ماء الرجل ولا شيء، فممكن تكون حامل فنقع في مشاكل وندخل بقى في اشياء كثيرة الشرع الكريم حذر منها ونهى عنها. قال لك ما توصلهاش في النهاية من الاصل اصلا. حتى ابن قدامة قال: وإذا طلق وهي حامل فقد طلق على سنة وعلى بصيرة. المرأة الثانية هي المرأة التي لا تحيض، سواء ان هي صغيره او سواء ان هي انقطع عنها دم الحيض. هو في حاجه يا شيخنا اسمها سن اليأس؟ مفيش حاجه اسمها سن اليأس. اما ربنا بيقول في القران: واللائي يئسن من المحيض. يئسن من المحيض يعني الدم انقطع ما بقاش ينزل خالص. لكن يئسنا سن اليأس بقى اللي يقول لك سن ال40، لا سن ال50. مفيش حاجه اسمها كده، لان الحيض ده لا غير متعلق بالقران ولا بالسنه، وانما يرجع الى اعراف الناس. فاكر القاعده اللي قلتها لك: ما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغه فحده وضابطه العرف. بنشوف اعراف الناس. فعندنا مثلا في اعراف الناس الست بينقطع عنها دم الحيض في عند ال50، يقول لك الدم ما بينزلش. طب يا شيخنا الست دي او البنت اللي تزوجت مثلا ومفيش دم الحيض بينزل عليها مثلا، الله اعلم ممكن تكون حاله، ايه عدتها؟ عدتها كما قال الله عز وجل، واللي قال عنها ايه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر. يبقى لو المرأة لا تحيض وزوجها طلقها لها انت طالق، تحسب العدة ازاي؟ تحسبها 3 شهور. طلقها يوم 1/1/2026، تقعد لحد شهر 2 وشهر 3 وشهر 4. 3 شهور تقعد 1 و2 و3 كلهم على بعض. يوم 1 4 في الشهر، خلاص كده عدتها انتهت. يبقى كده اتكلمنا عن عدة الحامل وعدة المرأة التي لا تحيض. طب تعالى نتكلم عن عدة المرأة اللي جوزها طلقها وما لمسهاش. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني عقد عليها وقبل ما يدخل عليها او يلمسها طلقها، دي عدتها؟ دي ملهاش عدة. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وتاخد نص المهر. ودي اللي ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ملكوش عليهم عدة. آخر حاجة هختم بيها يا إخوانا، للراجل اللي بيطلق مراته وهي حائض بينزل عليها الدم. إحنا اتكلمنا في الفيديو ده قلنا إن الطلقة تقع على الراجح لكنه آثم مخالف لله وللرسول. يعني عبد الله بن عمر لما طلق امرأته قال له رسول الله، قال رسول الله لعمر: مره فليراجع، يعني خلي ابنك يرجع مراته. النقطة هنا بقى، هو طيب دلوقتي رجعها، هو لما رجعها هو عايز يطلقها، هو مش عايزة تقعد معاه، المفترض يعمل ايه علشان يطلقها ويمشيها؟ هل ينتظر لحد اما الحيض ينتهي وتتطهر وبعد كده يطلقها، ولا ينتظر لحد اما تطهر وبعد كده تحيض تاني وبعد كده تطهر تاني وبعد كده يطلقها؟ خلاف بين اهل العلم، لكن الصواب اللي قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى ان احنا نجمع بين الاقوال، لان الرواية مختلف فيها. في رواية بتقول ان هو لما تطهر يطلقها ويخلصنا،
وفي رواية بتقول لأ، لازم إن هي تطهر وبعد كده تحيض تاني وبعد كده تطهر وبعد كده يطلقها. الصواب اللي قاله ابن قدامة إن الأفضل إن هي لما تطهر عايز يطلقها يطلقها، لكن يستحب إن ينتظر لما تحيض تاني وتطهر تاني حتى نخرج من الخلاف. لربما علق في رحمها شيء من ماء الرجل، خلاص أنت مش عايز تعيش معاها، ممكن تحن لها، ممكن ترجع تجامعها تاني وندخل في مشاكل تاني وتبقى نرجع لنفس المشاكل مرة أخرى. يبقى الصواب يا اخوانا لو مراتك حائض حامل وعايز تطلقها على الطريقه الصحيحه، تنتظر لحد اما تطهر خالص، لا تطهر خالص وتغتسل وبعد كده تطلقها. يستحب انك تنتظر لما تحيض مره تانية وتطهر تاني عشان تقطع الشك باليقين نهائيا وما ندخلش في مشاكل. طب انا يا شيخ مش عايز انتظر لحد اما تحيض تاني وتطهر تاني، مفيش مشكله، الروايه دي ثابته والروايه دي ثابته، ويستحب الانتظار إن أردت أن تخرج من الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب. الفيديو القادم إن شاء الله تعالى هنتكلم عن حكم الطلاق الصريح والطلاق المضاف والطلاق المعلق. يا ريت تشاركها وما تنساش اللايفات اللي بنشرح فيها أحكام الفقه، ونسأل الله عز وجل أن ينفع، أن يهدي بنا ويجعلنا سبب لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.